رجوع ابل للتيتانيوم بعد الالومنيوم هو اعتراف صريح من ابل ان الايفون 16 برو كان عنده مشكله في السخونيه. اهلا وسهلا بيكم ولايف ستريم جديد. هنتكلم النهارده على الايفونز. ابل اعلنت يعتبر اول الاسبوع او اخر الاسبوع اللي فات عن السيريز الجديد للايفون المعنون بالايفون 17، الايفون 17 العادي والايفون 17 اير والايفون 17 برو. هنتكلم على الايفون بهدوء، مش عايزين نقول الايفون وحش ولا الايفون حلو، هنحاول نكفر التكنولوجيز اللي ابل بتحطها وبتطلب فيها المبالغ الطائله اللي هي بتطلبها دي، وهنشوف اذا كان هو قفزه من الايفون 16 والايفون 15 ولا مجرد ري باكجينج، وهل انت محتاج تغير دلوقتي، ومين اللي يغير ومين اللي ما يغيرش ومين يستنى بالتليفون. هنحاول نكفر الحاجات دي كلها، وكمان نكفر التكنولوجي سايد اوف ثينكس، لان هو ده اللي القناه وانا شخصيا مهتمين بيه، بصرف النظر عن ان احنا هنشتري او مش هنشتري. التكنولوجي في حد ذاتها از فن، يعني حاجه ممتعه ان الواحد يطلع عليها سواء هيشتري الجهاز ولا لا. وهنبدا الحلقه اول حاجه ان انا زي ما قلت هتكلم على تكنولوجيز ابل حطاها في الاجهزه بتاعت الايفون، والتكنولوجيز دي في حد ذاتها محتاجين نفهمها للناس. وانا فاهم وواعي كويس جدا ان التكنولوجيز دي مش جديده ومش ابل بس هي اللي عندها، سامسونج عندها تكنولوجيز شبيهه، مش شرط، او انا مش بقارن دلوقتي مين اللي بيعملها احسن ابل ولا سامسونج، بس انا عايز اشرح التكنولوجيز دي في حد ذاتها لانها بتيجي في التريلر والناس بتبقى دايما عايزه تعرف ده مجرد اسم تجاري او ماركتنج علشان ابيع لك نفس المنتج ولا ده فعلا ريل تكنولوجي. فيلا نبدا باول حاجه وهي الفيوجن كاميرا. الفيوجن كاميرا وده الاسم اللي ابل بتسوق اليه بان هو اللي يكون كده الايه السيلينج بوينت للكاميرات بتاعتها. النهارده الفيوجن كاميرا زمان في الايفون 16 كانت مش كل العدسات بتاعت الايفون بتبقى فيوجن كاميرا. النهارده الايفونز ال 17 في البرو وفي الايفون العادي. فايه كلمه فيوجن كاميرا؟ اول حاجه لازم نعرف ان كلمه فيوجن كاميرا ده مش نوع السنسور ولا نوع العدسه، ده المصطلح اللي ابل قررت ان هي تطلقه على ما يسمى الكمبيوتيشنال فوتوغرافي. يعني الفيوجن ده is a computational photography أو عمليات حسابية بتتعمل في التصوير، مش optical photography أو مش حاجة في تكنولوجيا العدسات اللي في التليفون. طيب خلينا ندي explanation يعني إيه أصلا computational photography. التصوير بالكاميرات العادية بيعتمد على حاجة اسمها سنسور، ده اللي بدل الفيلم كاميرا. كلنا عارفين الكلام دوت، عارفين ان السنسور بديل للفيلم، ولكن هو حاجة ديجيتال. لما بينزل عليه الضوء بيبتدي يسنس هذا الضوء، وبيسنسه على 4 سنسورز او 3 سنسورز في كل بيكسل، او فلتر لكل لون، للار والجي والبي، وفلتر للبرايتنس. فينزل الضوء من العدسه على السنسور، السنسور يحس ايه غامق ايه فاتح، يدي لك صوره فيها غوامق وفواتح والوان اللي هي صوره الشخص او السين اللي انت بتصوره. طيب في الديجيتال فوتوغرافي من اهم الحاجات اللي بتفرق من كاميرا لكاميرا، ده اللي بيخلي الكاميرا البروفيشنال مش عارف بكام $1000، واللي بيخلي الكاميرا البوينت اند شوت الصغيره ممكن تبقى ب100 أو $200، هو حجم السنسور أو السنسور سايز. ليه حجم السنسور بيفرق؟ وليه أنا دايما في الكاميرات البروفيشنال كل حاجة بتبقى غالية؟ حجم السنسور بيفرق لأن إن جنرال كل ما السنسور حجمه زاد كل ما كانت بنسميها المساحة اللي بتواجه الضوء الفيزيكال بقت اكبر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي سنسور قد كده وعندي سنسور قد كده، ده هينزل عليه ضوء وده هينزل عليه ضوء لنفس الصوره، يبقى ده المساحه اللي هتحتك بالضوء اصغر من المساحه اللي هتحتك بالضوء في السنسور ده. طيب الفيزيكال سايز بتاع السنسور لما يزيد حجمه، يعني لما السنسور يبقى حجمه كبير مثلا 35 سم في 35 سم مثلا، او 1 سم في 1 سم، ايه اللي بيفرق؟ لو التو سنسورز عندهم نفس الريزوليوشن وليكن 12 ميجا بكسل، عشان تقدر تحط البيكسلز الكتير في السنسور الصغير هتبقى البيكسل الواحدة صغيرة جدا، انما هنا هتبقى البيكسل كبيرة جدا في السنسور الكبير. طب ده بيحسن جودة الصورة في ايه؟ بيحسن جودة الصورة ان السنسور علشان يقدر يحس بالضوء انت بتبعت له
فولت او كهرباء. فلو عندك مثلا الدنيا ضلمه بتروح مزود الكهرباء على السنسور عشان تزود حساسيته. انت بتتحكم في حساسيه السنسور بالسنسور بالفولتج اللي انت بتديهوله، ده اللي احنا يعني بنسميه الايزو، بس انا مش هخش قوي في الحته دي. فبالتالي اللي وجدوا ان السنسور كل ما كانت البيكسلز ملزقه في بعض، كل لما انت تيجي تديله كهرباء زياده نتيجه السخونيه دي بيحصل نويز اعلى. وبالتالي عشان تقدر تصور صوره بجوده عاليه في الدنيا المظلمه لازم السنسور فيزيكالي يبقى كبير. وبالتالي من اهم الفوارق ما بين الكاميرات البروفيشنال والكاميرات الاماتور حجم السنسور، وبالتالي من اهم الفوارق ان الكاميرا البروفيشنال تقدر تطلع صوره بنويز قليله في الضلمه. خلصنا كلام على كاميرات، وانا كلمت بسرعه جدا علشان الناس اللي داخله تشوف الايفون ما لقيناش بنتكلم في الكاميراز. نيجي نتكلم على التصوير في الموبايلات. الموبايل من اهم الحاجات اللي فيه انك تقدر تمسكه في ايدك، وبالتالي الكاميرا هي جزء صغير جدا من التليفون، وبالتالي سنسور كاميرا الموبايل صغير جدا 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 بالنسبة للكاميرات العادية. وهنا وقعنا في اول مطب، ان انت ضامن دايما ان الموبايل ممكن يصور قريب من الكاميرا في الشمس في الضوء العادي. اول ما تدخل في اندور او تدخل في لو لايت سيتويشن تلاقي ان السنسور بتاع الموبايل ابتدى انتروديوس نويز. وهنا شركات الموبايل عندها ليميتيشن فيزيكال، ان هو مش هيعرف يكبر السنسور يخليه بحجم جهاز بيستخدم ككاميرا فقط. يعني مش هيكبر لك سنسور لكاميرا ويخليه لك الجهاز مطلوب منه ان هو يبقى موبايل وكاميرا وحاجات تانية كتير، فيحوله لك لكاميرا بس انت عايز تعمل عليه حاجات تانية وعايز تحطه في جيبك، وفي نفس الوقت مش هتركب عليه عدسة كبيرة. ما انت كل ما السنسور كبر هتحتاج تركب عدسة كبيرة وعدسة طويلة، فما بقاش موبايل كده. وبالتالي عندنا هنا تريد اوف، ان انت كل ما صغرت حجم الموبايل كل ما كانت الكاميرا بتاعته سيئة. حلوا المشكله دي ازاي؟ اوكي، اول حاجه من اللي انا قلته دوت، انت لازم تستنتج ان اللايف ستريمز بتاعتي الصوره بتاعتها احسن من الفودز او من الفيديوهات العاديه، لان دي متصوره بالكاميرا ودي متصوره بالايفون. طبعا انا بحس ان انت بتاخدش بالك قوي لان اليوتيوب بيعمل كومبريشن، لكن تبقى الحقيقه المره ان السنسور الكبير بيدي جوده انتربريتيشن للالوان افضل، وشاربنس نيتيف شاربنس احسن. يعني ايه نيتيف شاربنس؟ يعني الصوره طالعه متاخده على السنسور شارب. الايفون او السامسونج او وات ايفر التليفون بياخد صوره انعم بكتير، وهو اللي بيعمل لها شاربنينج زي الشاربنينج فلتر اللي انت بتستخدمه في الفوتوشوب. وهنا ده المفتاح اللي شركات الموبايلات كلها، مش ابل بس ولا سامسونج بس، عملته علشان تقدر تتغلب على ان هي ما تخليش جودة الصور وحش زي ما كانت. الموبايلات دلوقتي اتقدمت كتير جدا وتقريبا خلصت على الكاميرات الرخيصة كلها او البوينت اند شوت كاميرا، وتحول التصوير يا اما تصوير بالموبايل يا اما تصوير بكاميرا احترافية، ومعظم الميد رينج كاميراز بتموت. فقدروا يعملوا ده ازاي وهو عنده الليميتيشن بتاع السنسور؟ هل هو حسن السنسور؟ اكيد لا. ليه؟ لان انت مثلا لو حسنت السنسور الصغير وخليته اللو لايت بيرفورمانس بتاعه حلو، هتيجي شركه مثلا زي كانون تاخد السنسور ده وتعمله بالحجم الكبير، فبرضه على الكاميرا البروفيشنال هيبقى احسن واحسن. فشركات الموبايلات لجأت لحل اذكى، والا وهو ان الموبايل عليه بروسيسورز ذكي جدا. فطلع هنا حاجه اسمها الكمبيوتيشنال فوتوغرافي، او ان انا اقدر احسن جوده الصوره من خلال الحسابات. وبالتالي الموبايل بيعمل حاجات كتيرة جدا جنب التصوير، وهي ان هو ممكن يكون بياخد صور تانية ويعمل يعني حسابات رياضية بحيث ان هو يشيل النويز دي. او بمعنى اخر، من احد مثلا التكنيكس اللي مستخدم في الكمبيوتيشنال فوتوغرافي، انا مش الحلقة النهاردة مش عن الكمبيوتيشنال فوتوغرافي، بس انا هديك مثال. لو انت مثلا الموبايل نيتيف الصورة بتبقى وحشه في اللو لايت، ايه التكنيكس اللي الموبايل بيعملها؟ ممكن يصور كذا صوره ورا بعض. معروف ان السنسور نويز مثلا مكانه بيتغير، يعني انت لما تصور تعلي السنسيتيفيتي بتاعت السنسور وتصور مكان النويز نفسها بيتغير. فممكن الموبايل البروسيسور بتاعه سريع، فممكن في التكه الواحده بيروح مصور 5-6 صور ويقارن فين اماكن النويز، فيقدر يديتكت النويز، هيلاقي مكانها بيتغير لكن الاوبجكت او الشخص اللي بيتصور مكانه هيبقى ثابت، فيبتدي يعمل كانسليشن للنويز اللي بتتحرك دي. هتطلع له صوره الشخص حلوه بس ناعمه شويه، يعمل لها شاربنينج. وعشان كده الموبايلات اول ما ابتدت تنزل اللو لايت مود كان بياخد وقت طويل جدا، وبنقول للناس لما تيجي تصور في اللو لايت صور وثبت ايدك وسيب الموبايل يخلص. بيعمل تكنيكس من الحاجات دي. المهم التكنيكس دي بقت احسن واحسن واحسن واسرع واسرع واسرع،
وظهر الكمبيوتيشنال فوتوغرافي بقى عالم من الدراسات، وكل شركه بقى بتسمي الكمبيوتيشنال فوتوغرافي بتاعتها باسم. بالنسبه لابل سميته الفيوجن كاميرا. الفيوجن كاميرا باختصار تحديدا اللعب في كلمه فيوجن مبني على ايه؟ مبني على ان ابل بيحط سنسور كبير جدا، اوكي، وبدل ما بيخلي كل بيكسل للسنسور بتلقط 1 بيكسل، بيخليها تلقط 4 بيكسلز، حاطط زي ما تقول كده ايه كولر فلترز في السب بيكسلز، مصغرها وحاطط 4 على نفس البيكسل. ومن اول ما الشركات ابتدت تعمل التكنولوجي دي، لقينا الموبايلات نطت على طول من 12 ميجا بكسل لل 48 ميجا بكسل. هل هو كبر السنسور 4 اضعاف؟ لا، هو بيجي على كل بيكسل يخليها تتقري او تسنس الضوء على انها 4 بيكسلز. الموضوع ده فيه تعقيدات شويه، لان فيزيكلي اللي بيحصل ان هو بيلقط الالوان مره واحده يعني ب1 بيكسل، ولكن بيلقط البرايتنس 4 مرات، فبتتحسب ال4 بيكسل. وبعد كده بيستخدم كومبيتيشنال الجوريثم بان هو يقدر يطلع صوره 48 ميجا بكسل من سنسور اصلا 12 ميجا بكسل. ما علينا، دي حته مش مهمه جدا. ولكن اي تليفون هتشتريه دلوقتي هيقول لك ان الميجا بكسلز بتاعته 48 ميجا بكسلز. هتلاقي نفسك ان انت باي ديفولت، وده اللي ابل قالوه في البرزنتيشن، ان انت باي ديفولت لما تيجي تصور بيه هيطلع لك 24 ميجا بكسلز، الا اذا انت دخلت في السيتنجز وخليته 48 ميجا بكسلز بنفسك، لان هو لا يضمن ان ال 48 ميجا بكسلز دي هتديك احسن كواليتي. هي بتدي احسن كواليتي في الضوء او في الضوء الساطع لما يبقى النور كويس جدا. وهتلاقي في البرزنتيشن بتاع ابل الاكزامبلز اللي استخدموا عليها ال 48 ميجا بكسلز هتلاقيها كلها في الضوء او في الجبال. ومن هنا الفيوجن ابل كاميرا هي كاميرا على سنسور 48 ميجا بكسلز، الافكتيف بيكسلز بتاعته 12 ميجا بكسل. وبالتالي لو انت استخدمت الكاميرا انت اخترتها، لو انت صورت الصوره العاديه هتبقى 24 ميجا بكسل، لو انت اخترت في السيتنجز ان هو يصور بالماكسيمم ريزوليوشن هتبقى 48 ميجا بكسل. وفي نفس الوقت هو ممكن يعمل زي ديجيتال زوم، لان عدد البيكسلز كتيره جدا، ويقلل الميجا بيكسلز، فانت تفتكر ان هي نفس العدسه بقت زوم لينس. بس لما تلاقيها بقت زوم لينس هتلاقيه كاتب لك عليها 48 ميجا بيكسلز، لكن لو بقت زوم لينس هتبقى 12 ميجا بيكسل. طب الليميتيشن ده جاي منين؟ جاي من الحته دي، ان هو بيستغل عدد اقل من البيكسلز في السنسور، ولكن البيكسلز دي هو ما بيديهاش كهرباء زياده، فالنويز فيها بيقل، وبالتالي الميجا بيكسل بتقل. فالفيوجن كاميرا هي كاميرا محطوطه عدسه على سنسور بتصور 24 ميجا بكسل، الافكتيف بتاعها 12 ميجا بكسل، وال 12 ميجا بكسل دول بيشتغلوا على كروب فاكتور او زوم اعلى. وبالتالي لو هي عدسه 24 ملي هتلاقيها 48 ملي زوم بس على ميجا بكسل اقل، يقلل الميجا بكسل ويزود الزوم. وممكن تستخدمها ك 48 ميجا بكسل عن طريق ان هو بيستغل السب بيكسلز وبيعمل عمليه معالجه او كومبيوتيشنال فوتوغرافي باستخدام الاي اي على الريدي ميد بروسيسورز. وعلشان كده دايما بيبقى ليميتيشن ان هم ما اطلقوش عليها فيوجن كاميراز غير لما استخدموا الابل سيليكون الجديد، عشان البروسيسور يبقى سهل وسريع ان هو يعمل لك الكلام ده. فدي اول تكنولوجي استخدمتها ابل وهي الفيوجن كاميرا. بتمنى كل الناس تكون فهمتها. هي موجوده من الايفون 16 ولكن الكلام عليها زاد في الايفون 17، واكيد في تكنولوجيز عند سامسونج وجوجل مشابهه ليها. فانا حبيت اشرح الحته دي، وحبيت اشرح ان 48 ميجا بكسل بالموبايل مش زي 48 ميجا بكسل بالكاميرا. لو انت جبت كاميرا بروفيشنال مكتوب عليها 48 ميجا بكسل، كل بكسل كبيره وكل بكسل افكتيف، والكالر ريبرودكشن للالوان اللي بتطلع من الكاميرا مش عليه بروسيسنج، لان الاوفر بروسيسنج من الموبايل بيخلي الصوره بعد كده لما انت تيجي تشتغل عليها ببرامج الفوتو اديتنج والمونتاج تبقى اوحش. فكده خلصت حته الفيوجن كاميرا. ندخل على النقطه اللي بعدها، ودي من التكنولوجيز الجديده اللي ابل اعلنت عنها واللي انا حقيقي شايفها لطيفه. اي نو برضو زي ما قلنا ان التكنولوجيز مش لازم تبقى اكسكلوسيف لابل، ولكن اللي اتعرض من خلال البرزنتيشن بتاع ابل كان ظريف جدا. السكوير فرونت سنسور. اوكي، السكوير فرونت سنسور ان انت عندك الكاميرا بتاعت السيلفي كاميرا او الفرونت فيسنج كاميرا كانت زمان بتنزل على فيرتيكال سنسور، لان هي باي ديفولت انت هتيجي تصور سيلفي فانت هتبقى ماسك التليفون كده، مش عارف ايديا باينه ولا لا، فبيبقى فيرتيكال. طيب لو انت جيت
تصور هوريزونتال، يا اما كان هيكروب، يا اما كنت مضطر انك تلف التليفون. وطبعا كنا ايه بقى، نقعد نمسك كده، ناس ايديها كبيره زي حالاتي كانت بتسلك، لكن لو واحده بنت او ناس ايديها صغيره الموضوع كان بيبقى صعب جدا. ولو انت هتصور بالزرار مش بتاع الفوليوم بقت اصعب واصعب. التكنولوجي الجديده ان هم خلوا السنسور اللي عليه الفرونت فيسنج كاميرا سنسور مربع، يعني اسقاط الصوره عليه سواء بورتريت او لاندسكيب هو. طيب ده يفيد اليوزر في ايه؟ ده خلى انك انت تقدر تاخد تقدر تلف السيلفي تخليه لاندسكيب او بورتريت من غير ما تلف الموبايل. والحقيقه انا بحب قوي الفيتشرز اللي هي تبقى فيتشرز صغيره ولكن بتخلي حياه اليوزر احسن. ده فيتشر حلو. ده انت هتشتري التليفون النهارده، هتطلعه من العلبه دلوقتي، هتستخدمها دلوقتي حالا انك انت تتصور انت واصحابك، وفي نفس الوقت في الستيج مانجر التكنولوجي بتاعت ابل ان هو يخلي ما ياخدش الصوره على السنسور كله، فيبقى عنده روم جوه السنسور ان هو يحرك الكاميرا بحيث يعمل لكم فريمنج. وبعدين خلوا بالكم، انت لما كنا بنلف الموبايل ما كناش بنعرف نبص على العدسه، فاللاندسكيب سيلفي كنا دايما بنبقى باصين في حته تانية. انما هو دلوقتي خلى بنفس الاورينتيشن بنفس كل حاجه، هيعرض لك الصوره وبيعملوها اوتوماتيك. يعني انت دخل معاك واحد في الفريم هيروح معرض الصوره اوتوماتيك، وفي نفس الوقت انتوا الاثنين باصين في نفس الحته، هيطلع سيلفي كويس. سبيشالي ان هم زودوا الريزوليوشن بتاع الفرونت فيسنج كاميرا، هيطلع سيلفي زي الفل. الناس الكونتنت كرييتورز واللي ابل مهتمين بيهم جدا، اللي هو بيحط الموبايل على ترايبود، مش محتاج ان هو يحط الموبايل كده وكده وتبقى المنيوز اصعب. هو هيحط الموبايل مره واحده، عدله المنيوز معدوله، ويقدر يصور بالعرض. لو هينزل فيديوز على يوتيوب، لو واحده مثلا هتحط التليفون على حامل في المطبخ وهتطبخ، او لو واحد هيعمل لايف ستريم زي اللي انا عامله بس انا عايز ابثه بالعرض زي ما انا باسس اللايف ستريم دوت، الموضوع بقى فيري ايزي. وزي ما انا بقول لكم الطف شيء فيه انه رايت اوت اوف ذا بوكس. يبدو تكنيك بسيط، انا اخلي بس السنسور مربع ولكن اثاره هايله. فده من التكنولوجيز الكويسه جدا. والحقيقه ان الستيج السنتر ستيج، سوري مش الستيج مانجر، السنتر ستيج اللي هي التكنولوجي بتاعت ابل اللي بتتحرك بتخلي الكلام ده كله اوتوميتد. اتس فيري افيشنت للي جربها قبل كده. ففكره انك انت ترزع الموبايل على الترايبود بحامل الموبايل باي اورينتيشن وتطلع دايما في سنتر الصوره والفريمنج الموبايل بيعمله، this is a breezer very good. فده الفيتشر اكشولي. دول التو فيتشرز اللي انا كنت عايز اتكلم عليهم ان جنرال قبل ما اتكلم على كل موديل من الايفونز سبيسيفيكلي. فانا شايف فكك بقى من ابديتنج البروسيسور والابل سيليكون الجديد وكلام من ده، في الاخر خالص هو التطور الطبيعي للحاجه الساقعه 20-30% زياده، تطور البطاريه حاجات بسيطه، يعني كله ري باكجينج. لكن التو هوت فيتشرز ان هم they mastered الفيوجن كاميرا او الكمبيوتيشنال فوتوغرافي بتاع الكاميرا، وابتدوا يحطوها على الايفونز كلها، وعملوا قصه السيلفي الموجوده على الثلاثه ايفونز. ظريف جدا. دول تو فيتشرز انا شايفهم حلوين جدا. انا هبتدي اقول لكم انطباعاتي، لو في حاجه هخبط فيها خبط فيها، واسف لو خبطت في حاجه حد كان متحمس لها. في الاخر خالص كل يوزر يقدر يحدد انت محتاج ده ولا لا. انا بقول لكم انطباعاتي انا كوليد لو انا هدفع فلوس، بس ده مش معناها ان هي لازم تبقى احسن لك. مش عشان انا قلت كده يبقى ده حلو، ولو قلت على حاجه وحشه انها تبقى وحشه. في الاخر خالص في اذواق، وعشان كده في ماركت. نبدا بالايفون العادي. الايفون العادي ايفون 17 اللي هو مش برو ولا اير، وده اللي يعتبر الانتري ليفل. انا كبدايه كلام كده انا شايف ان دي الصفقه الربحانه. ليه؟ بص يا باشا، هو ضافوا فيه ايه؟ اول حاجه ضافوا فيه الادابتيف 120 هرتز، خلوا الشاشه بتاعته الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز. الريفرش ريت ده انا عشان تعرف هو بيفيد في ايه وفي الكلام دوت، هو طبعا مفيد في الجيمز ومفيد في القرايه. في حلقه انا كنت عاملها بتتكلم على الفاريبل ريفرش ريت او الفي ار ار، خش لو في الفيديوهات هتلاقيني شارح الكلام دوت ومستو ايه للموبايل. سريعا هو هيفيدك جدا في الجيمز، وبيخلي السكرولينج فيري سموز والقرايه فيري شارب لما تبقى مكتوبه بخط صغير. كانت الفيتشر دي موجوده في البرو موديلز بس، وبتيجي كده معاها كده في نفس الباكج الشاشه بتاعت ابل اللي هي السوبر ريتنا اكس دي ار. والحقيقه ان الشاشه دي انا شايف ان هي مديه تكنولوجي ظريفه جدا. كده سامسونج اقوى من ابل في الشاشات، ولكن الفكره في الشاشه دايما مش تكنولوجيا التصنيع قد ما هو تظبيط الصنعه كده، اللي انت تخلي الشاشه نفسها ما هياش برايت قوي، ما هياش هاي كونتراست قوي. يعني انا مش عايز افخم واقول كاليبريتد، لان ولا ده كاليبريتد تو بي ترو كولرز ولا ده كاليبريتد ان هو يبقى تو بي ترو كولرز.
يعني دوت مش متظبط ان هو يطلع لك الالوان حقيقيه، ولا ده متظبط انه يطلع لك الالوان حقيقيه. في النهايه كل تليفون بيحط ريسيبي عشان ما يطلعلكش الالوان حقيقيه، ولكن يديك كده احساس او فيلينج وانت ماسك التليفون. فالسوبر ريتنا اكس دي ار بان هم عاملين سب بيكسل معين للشاشات بتاعتهم بيخليها فيري برايت، وفي نفس الوقت بيخليها فيري ستيبل لما تشوفها في الاوت دور او لو في شمس. انا شخصيا جربتها، هي فعلا كانت هايله وشاشه تحب تستخدمها يعني. ضيف عليها فكره ال 120 هرتز واللي بتنزل ل 1 هرتز علشان تشغل اولويز اون ديسبلاي. كل دي حاجات كان الايفون الانتري ليفل او الايفون 1 سوري مش 1 الايفون اللي هو مش برو ولا اير كان محروم منها. فاضافتها ده نوع من انواع ترخيص السعر على فكره، which is معناه ان هو بيستجيب للكومبيتيشن وعايز يدخل ناس اكتر على الايكو سيستم. يعني حاطط 2 فيوجن كاميرا. كان زمان الايفون الانتري ليفل كانوا بيجوا عدستين محطوطين دايجونال، دلوقتي خلاهم فوق بعض وخلاهم الاثنين فيوجن، واحده عاديه وواحده وايد. ده هيخلي حاجتين، اول حاجه لما بيحط العدستين فوق بعض ده بيخلي العدسه تقدر تاخد صور 3 دي او في ار، بحيث ان هو يبقى ماشي مع السبيشال فيديوز او السبيشال كومبيوتنج. من الاخر الفيديوهات اللي انت بتاخدها 3 دي وتشتغل على الهيدسيت بتاع ابل ده كان بيبقى محروم منه التليفون لما يبقى دايجونال. فدلوقتي هم حطوها فوق بعض، وبالتالي الايفون الانتري ليفل انت مش محتاج برو عشان تقدر تصور عيلتك واخواتك واصحابك في فيديو 3 دي يشتغل دايركتلي رايت اوت اوف ذا بوكس على الابل فيجن برو. والحقيقه ان ده كان محتاج حاجتين، محتاج ان هو يحرك مكان العدسه، ومحتاج في نفس الوقت بروسيسور قوي لان التسجيل بتاع السبيشال فيديوز ديت محتاج بروسيسنج باور اعلى شويه. فكان زمان بيبقى ده على البرو موديل، دلوقتي خلوه على الانتري ليفل موديل، وهي فيها صياعه من ابل شويه. اول حاجه ان هو رخص لك لما يخلي الفيشر دي موجوده على الايفون الانتري ليفل ايفون بس، يعني ايفون 17 يخليها موجوده عليه. ده زي ما انا قلت لك معناه انه هو يعني خلى ان التكنولوجي دي متاحه لناس اكتر، فناس كتير هتتحمس انها تشتري الايفون. والصياعه اكتر ان هو كده خلى ناس عددها اكتر شايلين اجهزه تقدر تصور فيديوهات لابل فيجن برو، فيعرف يبيع الابل فيجن برو، يخلي الناس يعني هو مثلا يوتيوب بيبيع ليه؟ عشان عليه كونتنت كرييترز كتير بيعملوا كونتنت. ففي نفس الوقت انا زودت عدد الاجهزه، ما بقاش الناس البرو بس او اللي محتاجه تدفع الفلوس دي بس هي اللي تقدر تصور في الفيجن برو، لا كمان اي حد معاه ايفون 17 العادي يقدر يعمل الموضوع ده. فهي فيها يعني حته تكتيكال وحته صياعه وحته رخصها لليوزر. فيعني شابو لابل في الحته دي، اللي فكر في الفكره دي عنده مخ. من الحاجات اللي نقدر نقولها انه خلى اول تليفون انتري ليفل في الايفون يبقى 256 جيجا بايت، وده لانه هو عارف ان المساحه هتكبر. وزي ما انتم عارفين اول ناس او الناس اللي كانت بتشتري الايفون اللي مش برو كان دايما عندهم مشكله ان هو بيبقى المساحه صغيره جدا، ويحس ان هو لازم يشتري مساحه على الاي كلاود ويدفع فلوس، والحته دي كانت مش مريحه. ولو دفعت النطه من ال 128 لل 256 تقريبا كانت في رينج ال $100، فكانت حاجه غاليه يعني. فهو اللطيف ان هو خلاه لك يبدا من 256 جيجا بايت وبنفس سعر الايفون 16 العادي اللي كان نازل 128 جيجا، ما رفعش السعر. فانا بقول لك ان في الايفون ال 17 العادي فيري جود فاليو فور ماني بالنسبه للناس اللي هي متعوده او كانت مستعده انها تشتري الابل. الايفون 17 اكيد بيأوت بيرفورم الايفون 16، فلو حد ناوي في كونسيدر الايفون 16 وان هو لقاه بقى يقول لك انا هستنى ده سعره تهز نتيجه ان ال 17 نزل، لا ده انفست في الايفون 17. انا بتكلم على الانتري ليفل، فيري جود فاليو فور ماني، وتليفون صايع وشكله حلو. وكمان قووه لان دايما التليفونات اللي هي مش برو موديلز بتبقى سهل تتخدش، سواء خدشت عدسه الكاميرا وده طبعا بيخلي الايمج كواليتي تقل، سواء خدشت الشاشه ودي حاجه بتبقى سخيفه. وكمان الابل سيليكون اللي عليه خلى البطاريه مقبوله شويه، صحيح مش نطه جامده بس بالنسبه للتكنولوجي اللي جايه اندر ذا هود يعتبر ظريف جدا. ندخل على الايفون اير. اوكي انا الايفون اير هزعل ناس بس ما تزعلوش، انا بالنسبه لي دي سكام. مش هقول نصبايا او مش هقول ان هو سكام، بس انا هقول ان انا ما اشتريهوش. ليه مش هشتريه؟ انا
فيرست اوف اول الايفون اير يعني هيديك انطباع، يعني انت هتمسكه في ايدك هتحس بحاجه لوكسجري، وهتحس ان هو هيديك كده امبريشن ان هو حاجه مش مين ستريم. روش، تليفون رفيع جدا، شكله حلو، فيري ريجيد، قوي جدا، مستخدم فيه بريميوم ماتيريالز. ده حقيقي يعني هينجح ان هو يخليك فعلا لو انت شاري التليفون بحيث ان التليفون يبقى مختلف عن كل الحاجات اللي الناس مسكته قبل كده، هو بينجح في ده حقيقه. يعني انا ارفع لهم القبعه في جوده الديزاين. اوكي، في مهندسين صمموا وفي مشاكل اتحلت، والبلاتو اللي هم كبروه اللي هي الحته اللي جنب الكاميرا فحطوا فيها الكومبوننتس وحطوا فيها الانتنه. اللوك اند فيل بتاع الموبايل يا جماعه عالمي، وبرده معاه كاميرا اماميه بالسنتر ستيج، ومعاه الريتنا ديسبلاي اكس دي ار. البطاريه بيقول لك تقعدك يوم، بس يعني حاسسها فيها تاكتيكال ماركتنج شويه. فكل ده ينجح ان هو يعمله. طب ايه بقى اللي ما ينجحش اللي هو يعمله؟ اول حاجه انك انت لما بتدفع فلوس في ايفون انت بتكون منتظر انك بتدفع فلوس علشان تاخد كواليتي او تاخد اوبشنز، فاهم؟ انا خلاص دخلت الايكو سيستم في الايفون، وكان قدامي الايفون 17 اللي انا لسه متكلم عنه. طب انا هزود ليه علشان اخد الايفون اير؟ انا مبدئيا قلت ان هو سليك ديزاين وروش وسكسي والدنيا ظريفه. طب حلو، طب انا هدفع فلوس، خدت ده. لو ده يا باشا كفايه بالنسبه لك وانت عايز تزود الفلوس عشانه، اشتري الايفون اير وانا هسحب كلام. طيب لو دوت انت مش بتفكر كده، ولكن انت بتفكر ان انت نفس فكره العادي، نفس فكره العادي والبرو، انت دفعت فلوس العادي، لو انت دفعت فلوس البرو هتاخد تليفون الاوبشنز بتاعته اعلى ومواصفاته اقوى. تمام؟ هل ده بينطبق على الاير؟ لا، الحقيقه ان الاير هو بيدفعك فلوس اكتر، بيديك الديزاين بس بيشفط او بيسحب منك ميزات كان اوريدي اداها لك في الايفون 17. اول ميزه الكاميرتين والسبيشال فيديوز، انت مش تقدر تصور بيه ابل فيجن برو فيديوز نتيجه ان هو بكاميرا خلفيه واحده، والكاميرا صحيح 48 ميجا بكسل فيوجن كاميرا، بس في النهايه خالص ما هو الايفون برو والايفون 17 العادي عليه كاميرتين فيوجن. يعني فاهم؟ ما تقوليش تقول لي بقى يعني هم بص الصياعه جم في البرزنتيشن قال لك انت كانك معاك 3 ولا 4 كاميرات في كاميرا واحده. طب ما هو الموبايلات التانية كلها ما هي فيها فيوجن، فانت معاك 3 كاميرا، اشمعنى قلت هنا وما قلتش هنا؟ ففيها حته تاكتيكالز. وبعدين انا مش فاهم يعني انا استخدم مهارتي في الديزاين وتكنولوجيز عنيفه جدا وبروسيسور احدث بروسيسور ابل سيليكون علشان اخفض استخدام البطاريه، وانفست جدا عشان يكون الايفون 17 اير اقل باور هنجري فون ابل عملته حتى هذا التاريخ. يعني هو اقل واحد بيدي بيرفورمانس بير وات، او اقل تليفون بيدي بيرفورمانس بالنسبه لسحب البطاريه. انا اعمل كل الكلام دوت وفي الاخر اديك تليفون ناقص فيتشر الكاميرتين، البطاريه بتاعته في نفس الوقت لان التليفون رفيع جدا مش احسن من الايفون 17. انزله في العالم كله اي سيم عشان محتاج المساحه دي ان انا ازود فيها البطاريه، وبعد كده بقى لك ليه كمان البطاريه اللي بتشحنه وايرلس تشارجر اللي هي الماك سيف باتري، ابيعها لك ليه وبسعر غالي جدا، وفي نفس الوقت هتخنه ما بقاش رفيع زي الاول، عشان اقول لك ان هو ممكن يبقى 40 ساعه فيديو بلاي باك زي البرو. انا كده بدفعك مرتين، بدفعك في التليفون نفسه وبدفعك ثمن البطاريه عشان يا دوبك تاخد فيتشرز كنت ممكن تحققها بالايفون 17. فسوري ايفون اير انا معترف ان هو في شغل اتعمل وفي تكنولوجي عاليه جدا، ولكن يعني اولا هو معمول لمحبين الاختلاف، ثانيا انا فاهم هي ابل عملته ليه. ابل دايما عندها مشكله انها عايزه تسد الفجوه ما بين الايفون ال 17 العادي او الموديل العادي والموديل البرو. يعني حاولوا يعملوا ده قبل كده بالتليفونات ان هم يكبروا الشاشه او يعملوا حاجه، ستيل مش بياع. اللي بياع عندهم الانتري ليفل، انا عايز امسك ايفون وخلاص، او البرو انا عايز بقى تليفون يقول بابا وماما، يعمل لي كل حاجه ممكن ابل تكون عملتها. فالفجوه اللي في النص دي هم مش ناجحين يبيعوا فيها، سبيشالي في الايفونز. يمكن في الايبادز وفي الماكس ناجحين شويه، لكن في الايفونز ما نجحوش يعملوا القصه دي. وستيل انا شايف ان الاير مش هينجح في ده، ولكن ده رايي الشخصي. ممكن ناس تلاقيه فيري سليك، انا لسه مسكتوش في ايدي، ممكن تلاقيه فيري سليك ويبقى جذاب جدا وبياع جدا، والاكسسوارز اللي بتركب عليه وبتتعلق فيه والتعليق ده يبقى ظريف. اي دونت نو، بس ده رايي الصراحه، انا ما اشتريهوش يعني، سبيشالي ان انا بحب ادفع فلوس واخد فيتشرز. ندخل بقى على الايفون برو. انا كاتب بوينتس بقى كده، والايفون برو ده حيرني ليه. اول حاجه هم غلوه $100. اوكي،
المفروض ان الايفون برو دوت اللي هو الانكمبرومايزد ايفون، وكلمه برو ابل دلوقتي خلاص صريحه بتقول لك انا بحطها على البرو يوزر. يعني ايه؟ يعني التليفون اليوزر اللي هيستخدم التليفون في حاجه تانية جنب ان هو تليفون، سواء واحد زي حالاتي بيصور فيديوهات وينزلها على يوتيوب، حد مثلا بيسافر كتير فبيبقى معاه كاميرا كويسه يصور. مش لازم البرو يكون بيعمل فلوس من اللي هو بيعمله، بس مقصود بيها ان هو مش بيتكلم ويقول الو ويفتح الفيسبوك والسوشيال ميديا وبس، لازم يكون بيعمل حاجه زياده، بيعمل اديتنج بقى الفيديوهات، بيعمل فيديو كونفرنسز كتير، ميتينجز في الشغل، وات ايفر. اوكي، فهو مبدئيا غلاه $100 لان هو مفترض ان اليوزر هو مش يوزر بتاع تليفون بس، هو عارف هو رايح يشتري ايه. دي الحقيقه محيره، يعني انت بتغليه $100 ليه في حين انك انت عندك البرودكشن كابابيلتي انك تحسن الايفون العادي. يعني انت رقيت الايفون 17 جدا عن الايفون 16. تاني حاجه الابل عملتها ان هي رجعنا تاني من التيتانيوم للالومنيوم شاسيه. تمام، رجوع ابل للتيتانيوم بعد الالومنيوم هو اعتراف صريح من ابل ان الايفون 16 برو كان عنده مشكله في السخونيه. فالسؤال، انت بتتشارج الناس للايفون 17 ال 16 برو على انه هو كان اعلى من الايفون 15 برو and you chipped an iPhone that has heat issues. والناس هتقول لك heat issues ايه؟ انا اشتريت الايفون 16 برو واللي عمره ما سخن مني، صح كده؟ هو الحقيقه عمره ما هيسخن منك، بس انت لما تيجي تنزل تروح تمشي بيه في الشمس هتلاقي الشاشه البرايتنس بتاعها نزل. وحين ان انا لما بعمل اعلان عن الايفون 16 برو بقول لك ان الشاشه مش عارف ممكن توصل لكذا نيتس وعليها كوتنج من بره، فبالتالي لما تطلع في الدايركت سان لايت الكوتنج دوت هيقلل الريفليكشن والشاشه بتقدر تفتحها جدا. هتلاقي ان انت التليفون مجرد ما يسخن كل ده نزل لتحت ووطى الريفريش ريت علشان يقدر يعمل باور مانجمنت. فانت منين وفي نفس الوقت التيتانيوم ده انت كنت مسوق له على انه فيتشر احسن فيتشر في العالم، وان هي سبيس كرافت جريد ماتيريال، وان انت مستخدم حاجه بتاعه الطيارات، وان ده بيستحق البريميوم برايس اللي انت بتطلبه، وجيت تنازلت عنه ورجعت للالومنيوم تاني. فهل بقى انت هتعوضني؟ لا، ده انت انستيد انت غليت الايفون 17 برو وبرو ماكس اراوند $100. وانا شايف ان هي لعبه ماركتنج جدا، لانك انت كان عندك البرودكشن كابابيلتي انك انت تنتج الايفون 17 بسعر ارخص من الايفون 16 اللي هو العادي، لانك انت رقيته، حطيت فيه الريتنا ديسبلاي الاكس دي ار، الحاجه اللي انا كنت متخيل انها بتكلف فلوس اكتر، وقويته بقى 3 مرات اقوى، وحطيت عليه الكوتنج بتاع الشاشه بقى موجود على كل الايفونز اللي يخليه يبقى برايت في السان لايت. طب انت كل ده انت عملته وزودت الميموري بتاعته وكل ده انت طلبت نفس السعر، يبقى انت عندك الكاباسيتي انك تديني الايفون 17 بنفس السعر، سبيشالي ان ال 16 كان فيه مشاكل في الهيت. فالحته دي الصراحه ورفعت السعر $100، يعني انا كنت مدي شابو لابل. المره دي اقول ان ابل هنا يعني مش عايز اقول استعبطت، بس يعني بيوريك ان هو دايما لما بيجي يعمل ماركتنج بيقول لك انا بضاعتي احسن حاجه، وعادي ممكن ينزل حاجه فيها عيب. فدي نقطه جديره بالذكر. نتكلم بقى عن مميزات الالومنيوم. يعني انت هو يعني ابل ان هو ادى فرصه لواحد زيي ان هو يقول عليه كده، معناه ان كان في ضروره ماسه تخليه يرجع للالومنيوم. طبعا هو في البرزنتيشن قال لك ان احنا رجعنا للالومنيوم علشان احنا بنينا البرو فروم سكراتش وبتاع. طبعا كل ده كلام ايه، هو كان عنده مشكله في الهيت ديسيبيشن فعمل 3 حاجات. الحاجه الاولانيه اللي هو عمل حط زي الهيت سينك كده اللي هي اللي سموها الفيبر شامبر على الاجزاء اللي بتسخن في التليفون، ودي بتشفط الحراره وتطلعها بسرعه على البادي بتاع التليفون. عمل ايه بقى في البادي بتاع التليفون؟ اول حاجه الايفون 16 برو كان ازاز او اللي هو السيراميك كوتنج دوت من قدام ومن ورا. تمام، ده حاجه قويه جدا وسليك جدا، ولكن هي مش احسن حاجه في الهيت ديسيبيشن. اوكي، يعني هي ما بتطلعش الحراره بره التليفون من جوه لبره بسرعه. وفي نفس الوقت هتقولي طب ما هو ممكن يعمل البادي بتاعه ميتال، كله ميتال سواء ايا كان التيتانيوم ولا الالومنيوم. مشكله الميتال انه ما بيشتغلش على الماك سيف، فمش هتعرف تخليه بيعرف يعمل وايرلس تشارجنج. وهنا اللي عملوه دلوقتي ان هو خلى في الظهر
الجلاس او السيراميك كوتنج دوت في الحته فقط اللي يخش او بيركب عليها الماكسيف. وخلى الالومنيوم ليه بدل التيتانيوم؟ الالومنيوم بيقدر يسحب الحراره من جوه يطلعها لبره اسرع بكتير جدا من التيتانيوم. هو الالومنيوم هو الاختيار الموفق. انا مش عارف هم كانوا قلبوا تيتانيوم ليه من الاول. فخلى البادي من جوه والفريم كله من الالومنيوم يشفط الحراره ويطلعها لبره، وخلى الحته بتاعت الماكسيف اللي هي الازاز او السيراميك كوتنج دوت على قد الماكسيف بالظبط. والالومنيوم ماتيريال حلو وبيستخدم في السبيس كرافت واسهل في التلوين. وعشان هو اسهل في التلوين هم نزلوا باللون البرتقاني بقى الاجريسيف. هو كان عايز يعني ايه يرجع لك الالومنيوم وينزل حاجه بقى اجريسيف مش ممكن تتعمل بالتيتانيوم، فراح نازل لك باللون البرتقاني او المشمشي بقى حسب انت قاعد في انهي بلد. احنا هنا في مصر بنقول مشمشي هم بيقولوا برتقاني، ممكن ناس تقول نحاسي، ونزل باللون ده. فدي كانت يعني وان كانت تحسب للايفون 17 بس انا ما عنديش ايفون 16. لو عندي ايفون 16 برو يعني هزعل، يعني اللي هو في ايه يا جدعان مش كده. اخر حاجه احنا كده قلنا ان هو الحركه بتاعت هو رجع تاني بعد التيتانيوم للالومنيوم دي كان مدين بالاعتذار على الاقل لملاك الايفون 16 برو. هنا بقى حط ميزه ما كانتش موجوده في التليفونات اللي قبل كده. انا مش متاكد هي هتنزل للايفون 16 برو ماكس ولا لا، دي محتاجه اراجعها، يعني محتاجه ادخل على الويب سايت وراجعها، وانتوا برضو برجاء تراجعوها. بس الناس اللي مهتمين جدا بالفيديوجرافي او بالتصوير سمحوا للايفون 17 برو انه يستخدم الكوديك اللي هو اسمه بروريس رو. وده بروريس دوت كوديك من ابل، يعني دايما ابل هي اللي بتستخدمه وهي اللي عاملاه، وهو كوديك بيقدر يضغط الفيديوهات. ميزته ان هو سريع جدا في الايديتنج لانه ما بيضغطش بشكل في انكودنج كتير جدا، وما بيضغطش على مستوى الفريمات المختلفه، وبيضغط فريم كانه بيضغط صوره، بس بيقدر يعملها بطريقه افيشنت ما تقللش كواليتي. وغير انها ما تقللش كواليتي بيبقى سهل جدا في الايديتنج ما بين الان كومبريست وما بين الرو، ومساحته مش كبيره، فهو انكودر حلو جدا. تمام. في منه مضغوط بيضغط، ده كان متاح قبل كده على الايفونز، لكن الرو كان بس بيبقى موجود في كاميرات السينما والكاميرات البروفيشنال. خلوا الايفون يقدر يعمله لان الايفون برو وبرو ماكس ابل بتوجههم ان هم يتصور بيهم حاجات اكتر من الكونتنت، وبيتصور بيهم افلام وبيتصور بيهم حاجات زي كده. ويمكن الابل برزنتيشن صورتها كانت تحفه كلها متصوره بالايفونز، اكشولي الايفون 17 والايفون 17 برو. فوجود هذا الكوديك هيخليك تاخد صوره من الايفون دايركتلي تقدر تعمل عليها في الفيديوز اديتنج، سبيشالي ان الايفون معاه كل العدسات فيوجن كاميراز، فبقى عندك 5-6 زوم لينسز بزومز مختلفة ما تحسش ان انت بتعمل بيهم ديجيتال زوم. فانت وانس انك معاك ايفون بقى معاك مليون عدسة، يعني 2 ايفون يقدر يدولك عدد من الانجلز لو انت بتصور فيلم 2 انجلز محترم جدا 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 جدا. والبروريز ده سبورتد اوريدي خلاص بالبلاك ماجيك دافينشي ريزولف، وطبعا البرنامج بتاع ابل فاينل كات، واعتقد ان ادوبي كمان هتخش على الموضوع. البروريس رو بيدي لك فيديو في كل الداتا اللي بتاخدت من على السنسور من غير ما التليفون يعمل اي معالجه. دايما المعالجه اللي بيعملها التليفون بتخلي الدايناميك رينج بتاع الحاجه اللي انت بتستخدمها في الايديتنج بعد كده ببرامج الفيديوز خلاص بيبقى بنسميها كده ايه، اتخبزت او اتعمل لها بيكنج، قلل الدايناميك رينج. انما انت هنا بتاخد الصوره زي ما الايفون نفسه كان واخدها، تاخدها دايركتلي من على السنسور. ظريف حلو جدا للفيلم ميكرز والكونتنت كرييترز اللي غاويين يعملوا كولر كوريكشن ويلونوا ويعملوا حاجات كرييتيف بالصور. دي ما كانتش حاجه متاحه قبل كده ومتاحه دلوقتي. وزي ما قلنا بلاك ماجيك بتدعم ابل وابل بتدعم بلاك ماجيك، الحاجات سبورتد باي دافينشي ريزولف. والابلكيشن بتاع بلاك ماجيك معظم الكرييتورز بيصوروا بيه اللي اسمه بلاك ماجيك كاميرا بيسبورت ان الايفون يخرج ده. ومع اللونش بتاع الايفون 17 برو بلاك ماجيك عملوا حاجه اسمها بلاك ماجيك دوك، دي بتخلي الايفون يزيد له شويه بورتس ويقدر يسجل على هارد خارجي. يعني بتعمل بصوا خشوا اتفرجوا عليها، هم ابل نوهوا عنها في الكينوت، ولكن خشوا على الويب سايت بتاع بلاك ماجيك ديزاين
واتفرجوا عليها. دي حاجه بتنقل الناس اللي هيبقوا مور ذان كرييتور، يعني ممكن نقول فيلم ميكرز، في حته تانية، وبايفون مش محتاج تشيل كاميرا ومش محتاج تشيل اي حاجه. خاصه ان طبعا دي فيتشر موجوده من زمان، ان هو في اوبتيكال ايمج ستابيلايزيشن، فلو ايدك اتهزت هزه بسيطه الدنيا في الامان يعني. كده انا خلصت كلام على الحاجات التي كانت تهمني في الايفونز، وهدخل على يعتبر اخر سيكشن في القصه دي، اللي هو بقى مين يشتري الايفونز الجداد ومين اللي مش هيكون مناسب ليه قوي. من وجهة نظري مفيش حد واصي عليكم، مين يشتري الايفونز الجداد؟ انا رأيي الشخصي لو انت عندك 15 و16 مش لازم تشتري. تمام. اول حد محتاج يشتريه اللي عنده ايفون قديم، والايفون يعني انت كده كده هتعمل ابجريد ايا كان بقى، مساحته خلصت، التليفون اتخدش منك، البطاريه خلصت، وانت ما بتحبش انك انت تغير بطاريه الايفونز، خاصه القدام البطاريات دايما بتبقى الكواليتي بتاعتها في النازل كل ما التليفون بيقدم. يعني لو انت كده كده في الايفون ايكو سيستم، وكده كده عندك مشكله في تليفونك، او كده كده حان وقت الابجريد بقالك 3 4 سنين، جو اهيد. انا بالنسبه لي ما اعتقدش ان انا عندي الارج ان انا ابجريد. انا عندي ايفون 14 برو ماكس ال1 تيرا بايت، وبصور بيه وبصنع المحتوى، ويمكن القرار الوحيد اللي انا ممكن اخد ان انا اغيره لو البطاريه ضعفت. انا من النوع من الناس اللي ما بحبش اروح اخلي حد يفتح التليفون ويفكه علشان يغير البطاريه، فلو البطاريه اتبهدلت قوي وانا كلمه اتبهدلت دي انا ما بقتش تجيب اليوم، اوكي، فلو اتبهدلت قوي ما بقتش تكفي معايا يوم، ممكن يبقى ده جود تايم تو ابجريد. وفي الحاله دي انا من هواة انك انت لما تابجريد تشتري الحديث، خاصه بعد اللي انا قلته في الايفون 16 برو ماكس. الايفون 16 برو ماكس انا ما انصحش حد الصراحه ان هو يشتريه، يعني ادفع ال $100 الزياده وخليك في ال 17. و اللي انا عايز اقوله ان بكل اللي انا قلته ما يعتبرش فيه بريك ثرو، في النهايه خالص شويه اسامي ماركتينج وحاجات للتعليب، ولكن في الاخر خالص لو كان حد من هواة الاندرويد وقرر ان هو يدخل عالم الايفونز وهيشتري الايفون بس مش الايفون برو ولا اير، there is no better time than right now. مفيش وقت افضل من حالا ان انت تجمب على الايفون 17. اعتقد ان هو فكره ان هو ينزل بنفس ثمن الايفون 16 دي حاجه حلوه، وما اعتقدش انها هتظل موجوده للسنه الجايه، فنط عليه دلوقتي. بيبدا ب 256 وعدستين فيوجن كاميرا. اعتقد انك انت ممكن تصور فيديوهات لو انت بتصنع محتوى بنفس الكواليتي اللي الناس معاهم ايفون 14 برو وايفون 15 برو، لانك عندك العدسه الفيوجن، وتتفوق علينا كمان انك انت عندك الريتنا اكس دي ار ديسبلاي، وعندك الاولويز اون ديسبلاي ان الموبايل يفضل مفتوح. دي كان حاجه محرومين منها، فده جود تايم تو باي. في بقى حد هنا كان دايما بيسالني يقول لي الايفون عامه هل هو اختيار موفق ولا للاندرويد؟ والحته دي الصراحه انا عايز اجاوب عليها. هو الايفون اصلا لمين؟ بصوا يا جماعه، انتوا لازم تبقوا فاهمين معلومه عن ابل، والمعلومه دي من وجهه نظري. ابل دايما لما بيجي ينزل بمنتج، لان هو شركه بتهتم ببروفيت مارجن عالي، وبتهتم انها تحط بريميوم ماتيريالز، مش قصدي بريميوم هاردوير، بريميوم ماتيريالز، اوكي. فدايما بتدخل اي منتج بالنيش برودكت، يعني بيدخل بمنتج مش لكل الناس، وبعد كده لما المنتج يبتدي يبقى عنده قاعده من المستخدمين لويال جدا للنيش برودكت ده، يبتدي يوسع، يبتدي يتارجت ناس اكتر، يبتدي يتارجت ناس اكتر. وده اللي انا بقوله لك، ان هو عنده الايفون 17 والايفون 17 برو، هو عايز يملى الجاب اللي في النص دي، الجاب اللي في النص دي طايره منه، فهو بيفضل يحاول ويحاول ويحاول. بس هو مينلي بنى قاعده من المستخدمين اللويال جدا في ال 17 برو، وبنى قاعده من المستخدمين اللويال جدا للانتري ليفل ايفون. فهي شركه دايما بتبدا بالنيش برودكت وتعرض قاعده المستخدمين. النيش بتاع ابل مينلي لصناع المحتوى، وانا هنا صناع المحتوى دي مش قصدي اليوتيوبرز، ولكن اي حد ناوي يستخدم التليفون بتاعه بشكل كرييتيف. الايفون ينقصه فيتشرز كتيره جدا من الاندرويد، ولكن التليفون لو انت از كرييتيف هتستخدمه، التليفون مريح ما فيهوش الهاسل. من الاخر اليوزر اكسبيرينس بتشيل من على دماغك كل الصداع، وبتخليك تركز على البروسيس اللي انت عايز تعملها بس.
ويضاف على ده انك انت لو عندك كذا جهاز من ابل، الايكو سيستم بتاع ابل لازال اريح جدا من الاندرويد. ولكن دي على جنب نبقى نتكلم فيها بعدين. انا عايز اقول لو انت كرييتيف دايما ابل هتلاقي صناع المحتوى معاها. ابل شركه ليها اسهامات وكونتريبيوشنز محدش يقدر ينكرها في صناعه المحتوى، خاصه المحتوى المبني على الصوره والفيديو. هم اللي عملوا الاكستنشن HEIC، هم من ابتدوه ان هم يقدروا يعدوا على الجي بي جي. صحيح دلوقتي نزل الجي بي جي، مش فاكر الجديد اسمه جي بي جي 2 او جي بي جي 10، نزل يعني اكستنشن في الصور بيقدر يضغط الصوره جامد ويحافظ على الكواليتي. ولكن ابل HEIC كان من اوائل الناس اللي نزلوه، قدروا يعملوا الكودكس بتضغط الفيديوهات. عندهم كودكس للالوان زي البروريز حتى اللي مش رو. يمكن في فيديوهات كنت عايز اسيبها لكم لناس اشتغلت. كان في فيديو كده هتلاقوه على قناه لاينس تقريبا، بيقارن ما بين البي سي والماك في الفيديو اديتنج، بس مش عن طريق البرفورمانس، عن طريق ان هم جاب 2 فيديو اديتورز وخلاهم ينتجوا نفس الفيديو في وقت تقريبا كان 4 ساعات. سيبك من كل تفاصيل الفيديو، سيبك من شطارة الإيديتور نفسه، وسيبك من الكواليتي. الفرق اللي لاحظناه على طول ان الريبرودكشن بتاع الألوان على الماك كان احسن من على الويندوز. وده مش عشان الويندوز وحش، ولكن الويندوز لانه هو متاح لكل الناس، مش ايكو سيستم مقفول، فبالتالي ناس كتير جدا بتديفلوب في الحته بتاعت الالوان، ناس كتير جدا بتديفلوب في الحته بتاعت الكودكس. انما ابل عندها فيري جود اندرستاندينج على الاجهزه بتاعتها كلها انها ريبروديوس كولرز فيري ستيبل. انت دايما الاصفر هنا هو الاصفر هنا على الايفون، على الايباد هو على الماك. ودايما المنتج النهائي اللي بيطلع بقى ستاندرد فيرجن يتحمله على يوتيوب او على انستجرام، سواء كان ريك 709 سواء كان HDR، دايما كونسيستنت جدا الورك فلو بالنسبه للكرييتيفز. وبالتالي سواء كرييتيف بتاع صور هتصور بيه وتعمل اديتنج بعد كده على فوتوشوب، هتصور بيه وتعمل بعد كده اديتنج على فاينل كات او دافينشي ريزولف، او حته الكرييتيفز دي دايما بتاعت ابل. فمين ممكن يشتري الايفون 17 برو او برو ماكس؟ لو انت عايز حد يشوف تليفونك ويقول ان انت فيري اب تو ديت ومعاك تليفون غالي والالوان الجديده عجبتك، ينفع ينفع، ما فيهاش حاجه، مش هنشتم يعني في حاجه، عادي براحتك. والحاجه الثانيه لو انت تستخدم التليفون فور كرياتيفيتي بعيد عن الهاسل، اي حد ليه علاقه بصناعه المحتوى ده جود اوبشن. لو انت بتفكر في تليفون as an investment كاستثمار، الايفون 17 برو ظريف جدا بالنسبه لك. من اول الايفون، عشان ابقى جاوبت بصراحه، 14 برو لو تليفونك شغال كويس مش محتاج تعمل الابجريد، ممكن تستنى شويه للايفون 17 برو لما يرخص او لما ينزل ال 18. انا ما عنديش ارج خالص ان انا اعمل ابديت، سبيشالي ان الحاجات اللي انت مفتقدها تحديدا في ال 14 برو، حته الابل AI اللي هيبقى بيلت ان في الاي او اس 26، ودي حاجه انا مش مفتقدها خالص خالص خالص، unless ان هو بقى يبتدي يكسح لك التليفون لما ينزل اي او اس 26. انا مكمل بال 14 برو ماكس، وانت مش محتاج من الحاجات اللي هم عملوها، ودي انا هختم بيها تماما. بدل ما يرخص السعر، خلى انك انت يكون ربحيتك لو بعت الابل التليفون القديم يبقى كويس جدا من اول الايفون 13 برو. وده معناه ان هو عايز ياخد منك من اول الايفون 13 برو، ما ترميهوش في الشارع. وده اشاره غير صريحه من ابل ان من اول الايفون 14 او 13 برو وبرو ماكس الدنيا في اللطيف، ما فيش قفزات كبيره. من اول ال 18 يا باشا قطعا غير لو ده نجح.